السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تفريز البطاطس الفرن. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان يعني بتمن كيلو واحد بس من اللي بنشتريه من بره. هنعمل الكمية دي كلها. وشايفين عملنا بطاطس الحشوة كمان اللي بنحشيها لحمة مفرومة، وكمان الموجود ده اللي بنحطه في الأرضية كده، في أرضية البطاطس بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين شكل البطاطس بتاعنا عامل ازاي؟ اللهم بارك، حلو جدا والطريقة سهلة وبسيطة. وقبل ما ندخل على الطريقة، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معنا ايه. اول حاجة جبت كده كمية من البطاطس، الكبيرة عشان هنعملها فرم، والصغيرة دي علشان هنحشيها. بعد كده بقى جبت كمان طبق فيه مية علشان البطاطس اللي هقشرها هحطها في الطبق اللي فيه المية، عشان طبعا البطاطس بتسود معانا. هقشرها بقى بالشكل ده كده، وعندك اختيارين، يا تقشري بالسكينه يا تقشري بالمبشره زي ما تحبي. شايفين بقى يا جماعه؟ طبعا لو المقشره بتسهل عليكي، اشتغلي بقى بيها على طول كده بالشكل ده. شايفين؟ هخلص طبعا كل الكميه بنفس الطريقه، وبعد كده غسلتها كويس. وبعد كده بقى يا جماعه هبدا اقطعها بالشكل ده كده. شايفين؟ ما بتاخدش معانا وقت خالص خالص. ازاي بتقطعيها وانت واقفه كده على البلانشه، وبيكون كده الصوابع بتاعتها سميكه شويه، ما بتكونش رفيعه. شايفين؟ خلصت الكميه كلها بنفس الطريقه. وطبعا حطيتهم في اطباق فيهم ميه. بعد كده صفيتهم من الميه كويس، وجبت بقى ملايه كده بالشكل ده كده، وحطيت فيها البطاطس، وهبدا انشف البطاطس كويس بالشكل ده كده، واشيل بقى منها اي نشا موجوده فيها بالشكل ده كده اهو يا جماعه. شايفين؟ نشفتها كويس بقى. هبدأ اخد بقى شوية من البطاطس. معايا هنا طاسة على النار فيها زيت، هبدأ بقى احط كده شوية بشوية كده من البطاطس، يا دوبك بس يا جماعة ياخدوا معايا يعني ايه، زي ما بنقول تشويحة كده في الزيت، يعني ما بتاخدش لون ولا اي حاجة خالص. بتقعد دقيقتين اتنين بس في الزيت، وببدأ اخرجها بقى على صينية كده عليها مناديل مطبخ بالشكل ده كده يا جماعة، علشان طبعا المناديل بقى تشرب اي زيت موجودة في البطاطس. وزي ما قلت لك ما تكتريش كمية البطاطس في الصينية، ويا دوبك بس تشويحة كده في الزيت بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين؟ ما خدتش معايا لون ولا اي حاجة خالص. وعملت كمان الدور التاني كده، يعني بقى كل شوية تحط شوية في الطاسة وتقليهم نص قلية بالشكل ده كده، وما تكتريش في الطاسة علشان لما تيجي تقلبيها ما تت... آه، يعني ايه البطاطس ما تتقطعش منك بالشكل ده كده. شايفين بقى كل الكمية اللي لما بتطلع بحطها على مناديل مطبخ علشان تشيل منها الزيوت. شايفين؟ خلصت الكمية بتاعتي يا جماعة كده بنفس الطريقة. بعد كده جبت هنا صينية حطيت عليها ورق بلاستيك او اكياس ثلاجة، وهبدأ بقى ارص البطاطس بتاعتي بعد ما قليتها نص قلية في الزيت، وهبدأ ارصها بقى بالشكل ده كده لحد ما اخلص اول طبقة بالشكل ده. وبين كل طبقة والتانية يا جماعة بحط برضو كيس ثلاجة بالشكل ده كده. شايفين؟ بحط بقى كيس تلاجة، وببدأ احط الطبقة التانية لحد طبعا ما اخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده. بقى اما بتجمد معاكي في الفريزر ما بيبقاش بقى لازقة جنب بعض ولا اي حاجة. شايفين؟ كل بين طبقة وطبقة بطاطس بحط كيس تلاجة. وكده بقى يعني لما تحطيها بقى في الفريزر عشان تجمد يعني هتجمد اكتر، يعني اسرع من ما انت تحطيهم مرة واحدة فوق بعض. برضو جبت هنا صينية تانية وبنفس الطريقة برضو حطيت كيس تلاجة، وبرص البطاطس بتاعتي هدخلهم بقى الفريزر علشان يجمدوا، ولما يجمدوا بقى هنخرجهم ونشوفهم مع بعض. بعد كده جبت بقى البطاطس بتاعتي اللي هتتحشى يا جماعة بالشكل ده كده. طبعا غسلتها وبعد ما قشرتها، وبعد كده بقى هبدأ اقورها بالمقورة بتاعتي بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وطبعا البطاطس اللي احنا بنقورها بتبقى تخرج منها دي بحطها برضو في اكياس تلاجة، علشان لما اجي احشي البطاطس دي بحط عليهم كده يعني معلقتين لحمة مفرومة، اقلبها مع حشوة البطاطس كده، واحطها في ارضية الصينية، وبقوم رص عليهم بقى البطاطس. شايفين بقى بتتقور معايا بكل سهولة بالشكل ده كده اهو يا جماعة. طبعا بقى هخلص الكمية بتاعتي بنفس الطريقة بالشكل ده. شايفين؟ والحشو ده برضو هحفظه في اكياس تلاجة. بعد كده برضو هجيب الطاسة اللي كان فيها زيت قبل كده، وهبدأ احط البطاطس بتاعتي وهديها برضو نص قلية في الزيت بالشكل ده كده اهو. وطبعا اول ما بتتشوح كده من على الناحية دي بقلبها على الناحية التانية، يا دوبك بس بتاخد لون اصفر بسيط خالص. ما شاء الله بقى كان
ما كانتش اخدت معايا وقت خالص. وطبعا بقى لو انت معاكي حد بقى يساعدك في البطاطس هيكون اسهل واسرع. هبدأ اخرجها بقى من الزيت يا جماعة بالشكل ده كده، وهحط برضو شوية تانيين لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وكده شايفين بقى يا جماعة البطاطس بتاعتي بعد ما تلجت في الفريزر وخرجتها كده، شايفين ما شاء الله الكيس بقى بيسهل عليا ازاي، ولونها كده جميل وحلو جدا. هبدأ بقى افرفطها كده من بعضها بالشكل ده كده. وبعد كده بقى بجيب اكياس التلاجة بتاعتي، وطبعا بقى بتحط الكمية اللي انتي عاوزاها في الكيس على قد بقى الوجبة بتاعتك. بحطهم بقى في الاكياس بالشكل ده كده. وطبعا بقى يا جماعه الحكايه دي بتسهل علينا الوقفه في رمضان. بتطلعي الكيس وبتحمريه على طول كده وانت واقفه. شايفين اللهم بارك، عملت كميه حلوه جدا من البطاطس الفرم. وكمان البطاطس المحشيه هنحشيها برضو مع بعض باللحمه المفرومه. شايفين؟ وكمان الحشو اللي خرج من البطاطس حطيته كده في اكياس، عشان زي ما قلت لك هقلب عليه معلقتين لحمه مفرومه واحطهم في يعني في ارضيه الصينيه. وكده شكل البطاطس بتاعتنا اللهم بارك يا جماعه حلوه جدا. وكمان بتخرجيها بقى وهي متلجه كده على طول، تحطها في الزيت وتحمريها. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي.